السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا جدا جدا. جاية لكم النهاردة ومعايا قصة حلوة جدا، إن شاء الله هتعجبكم. بس في البداية حابة أقول لكم يا حلوين، ما تنسوش اللايك والشير مع أصحابكم. اللايك بيفرق معانا جدا، وكمان كومنتاتكم الجميلة اللي بتفرحني. واللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك بسرعة وفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل إشعارات. وعندي ليكم مفاجأة حلوة جدا جدا لكل أصحابنا وحبايبنا اللي كانوا بيطلبوا مننا قناة خاصة بالروايات. جاية لكم وجايبة معايا قناتنا الجديدة اللي هتكون خاصة بالروايات الرومانسية، اللي هنقدم فيها أحلى الروايات الرومانسية اللي إن شاء الله هتعجبكم جدا جدا. عايزة منكم تشجيع كبير قوي عشان نستمر. ويلا هجوم بسرعة على قناتنا الجديدة حكاوي بنات. يلا اشتركوا بسرعة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الإشعارات. ويلا نقول بسم الله ونبدأ القصة. يا بنات قوموا يلا، هتتأخروا. يلا يلا لحد ما أصحي باباكم. صباح الخير يا ست الكل، عاملة إيه؟ يسعد صباحك يا قلب ماما. أنا بخير الحمد لله. كل الحب الإسراء. أما آية بنت البطة السوداء. صباح الورد والياسمين على عيونك يا بنت البطة السوداء. قولولي يا بنات، هي تقى لسه ما صحيتش؟ أنا صحيت يا بطة أهو. صباح الهنا على بطوط السكرة. صباح العسل يا روحي. يلا يا توتة روحي صحي بابا لحد ما جهز الفطار. وراحت تقى تصحي باباها. أما فاطمة والبنات كانوا بيجهزوا الفطار وهم واقفين مشغولين. جرس الباب رن. يا ترى مين جاي لنا بدري كده؟ أكيد دي تيتا يا ماما، هو في غيرها؟ طيب يا بنات ادخلوا انتوا على الأوضة، ومهما تسمعوا مش عايزة حد يخرج. ودخلوا البنات على أوضتهم. أما فاطمة فتحت الباب لحماتها. صباح الخير يا ماما. أهو صباح. إيه يا حبيبتي، عاملين هيصة انتي وبناتك على الصبح ليه؟ هيصة؟ هيصة إيه يا ماما؟ ده البنات لسه صاحيين. يعني أنا بكدب ولا إيه؟ الجري اللي على السقف ده وهيوقع السقف علينا. لمي بناتك مقصوفين الرقبة دول بدل ما أجي أنا ربهم. انتي جدته وحقك تعملي اللي انتي عايزاه فيه. ما انتي لو كنتي جبتيلك حتة واد كان شكامه. بس انتي ما شاء الله خلفتك كلها بنات. ولسه فاطمة هترد عليها خرج جوزها من الأوضة. ومالهم بس يما البنات دول نورت البيت، بس مش هيشيلوا اسمك يا عين أم. يما مفيش الكلام ده، الكلام اللي انتي بتقوليه ده كان زمان. وبعدين ده انتي ست العارفين، ابني بيبقى ابني لحد ما يتجوز، إنما بنتي بتبقى بنتي العمر كله. يا أخويا اشبع بيهم. طب اقعدي افطري معانا. لا يا أخوي بألف هنا، أنا طالعة عند أخوك أبو الرجالة. ماشي يما اللي تشوفيه. وخرجت مامته ورزعت الباب وراها. وكانوا الثلاث بنات واقفين على جنب وصعبان عليهم نفسهم. انتوا واقفين كده ليه؟ انتوا عندي بمليون ولد ولا يفرق معايا. عارفين يفرق معايا ايه؟ حضنكم وبس. انا عايزكم ترفعوا راسي وتدخلوا كليات الناس كلها تحسدني عليها. ماشي يا حبايب بابا. وفتح دراعاته الاتنين ليه، والبنات جريوا عليه واترموا في حضن. اما فاطمه كانت واقفه مبتسمه وبتبص له. هي عارفه ان جوزها طيب وبيحب بناته. كانت فاطمه وجوزها وبناتها بيحاولوا دايما يعيشوا مبسوطين مع بعض، رغم ان حماتها مش مديالهم فرصه لده. بس هم كانوا بيعدوا كتير قوي، ما كانوش بيقفوا على كل موقف يحصل. وعدت ايام وشهور والدنيا ماشيه. وفي يوم دخلت فاطمه تصحي جوزها عبد الله، بس للاسف ما كانش بيصحى. ايه يا عبد الله، انت من امتى ونومك تقيل كده؟ بس عبد الله ما كانش بيرد عليها. وبعد شويه عرفت ان عبد الله خلاص روحه راحت للي خلقها. وانهارت فاطمه، وكل اللي في البيت سمعوا صوتها وطلعوا لها وعرفوا كلهم ان عبد الله راح. وبعد العزا بفتره كانت فاطمه قاعده في شقتها والباب خبط. ولما فتحت لقت حماتها قدامها. اتفضلي يا ماما. طبعا هتفضل، ده بيتي. طبعا يا ماما اتفضلي اقعدي اعمل لك حاجه تشربيها. لا يا حبيبتي، انا لا جايه اقعد ولا جايه اتضايف، انا بس جايه اقول لك كلمتين. انت هتسيبي الشقه دي وتاخدي بناتك وتغوري من هنا. اخد بناتي واغور من هنا اروح فين؟ والله ما اعرفش، انا عايزه الشقه. ايوه يا ماما عاوزه الشقه.
هي الشقة دي مش بتاعت عبد الله ومن بعده بناته؟ بنات مين يا ام بنات؟ البنات عندنا ملهاش ورث. ليه؟ في شرع مين؟ في شرعي انا. قدامك اسبوع واحد وتشوفي لك اي مكان تاني تترزعي فيه انتي وبناتي. وخلصت كلامها وسابتها ومشي. اما فاطمه كانت قاعده مقهوره من حماتها، كانت فاكره انها لما هتفقد ابنها هتتهد وربنا يهديها من ناحيتها هي والبنات. بس للاسف بقت قاسيه اكتر. وفاطمه كانت عارفه ان حماتها ما بتهددش والسلام، عارفه انها مش هتسيبها في حالها. عشان كده قالت تقصر الشر وتاخدها من قصرها وتمشي. وعدى يوم والتاني والتالت، وفاطمة دورت على مكان تسكن فيه هي وبناتها وتسيب الشقة لحماتها، ووكلت أمرها لربنا ياخد لها حقها وحق بناتها من أهل جوزها اللي استحلوا مال اليتامى. ماما، هو حضرتك ليه بتلمي عفش الشقة؟ عشان هنمشي من الشقة يا إسراء. ليه يا ماما هنمشي؟ جدتكم هي اللي طلبت مني كده وقالت إنها محتاجة الشقة وإن إحنا ملناش حاجة فيها. إزاي يا ماما؟ دي شقة بابا، إزاي ملناش حاجة فيها؟ عشان البيت كله يا حبيبتي باسم جدتي وهي حرة في مالها. يلا يا بنات ساعدوني نلم حاجتنا عشان نروح الشقة الجديدة. أيوة يا ماما، بس أنا بشوف بابا هنا، ذكرياتي كلها معاه هنا، هشوف بابا إزاي في الشقة الجديدة؟ بابا يا حبيبتي هيكون معانا هناك وهيكون معانا في أي حتة هنروح. انتوا عارفين إن أنا ماليش حد يقف في وش جدتكم ولا يقول لها حرام اللي بتعمليه ده. تعرفي يا ماما شقتنا فيها كل ذكريات، بس أنا مش زعلانة إن إحنا هنمشي. ليه بتقولي كده يا إسراء؟ عشان تيتا ومراتات عمامي كلامهم كله معانا كان وحش وكان بابا موجود، ما بالكم بقى لما بابا خلاص راح؟ الكلام والمعاملة هتبقى وحشة أكتر، وإحنا وإنت يا ماما نفسيتنا هتتعب أكتر. عندك حق يا إسراء. حاضر يا ماما، إحنا هنساعدك ونشيل حاجة معاكي. وبعد شوية كانوا خلصوا لم العفش بتاعهم وراحوا على الشقة الجديدة والدنيا كانت ماشية معاها. أما فاطمة نزلت تدور على شغل عشان بناتها ما يحتاجوش لحد، ولأن هي كانت عندها موهبة الخياطة اشتغلت في مصنع، وفي وقت قصير قوي بقت معروفة بشغلها الممتاز. وفي يوم وهي قاعدة في المصنع كانت زميلتها منى بتنده عليها باسم جوزها. يا ام عبد الله، يا ام عبد الله. يا فاطمة، منى بتنده عليكي. بتنده عليا أنا؟ ما سمعتهاش. ما هي بتنده عليكي باسم جوزي. باسم جوزي؟ ليه؟ ما أنا عندي 3 بنات، تختار لها اسم في يوم وتنده بيه. ما انت عارفة بقى عقل منى. ايه يا منى بتندهي عليا ليه؟ عايزة حاجة؟ انت لسه فاكرة؟ ده انا بنده عليكي بقالي يجي ساعة عشان سيادتك بتندهي عليا باسم جوزي. هو انا ما عنديش عيال ولا ايه؟ ما هو اصلا انا يعني بتكسف انده عليكي باسم بنت من بناتي. ليه يعني مش فاهمة؟ عيب يا فاطمة يا اختي. عيب؟ ده عيب ازاي يعني؟ بصي يا منى، انا بناتي عندي احسن من مليون ولد، بس يا فاطمة الولد سند برضه. سند؟ سند بأمارة ايه يا منى؟ قولي لي كده بأمارة ايه؟ بأمارة لما عييتي وولادك قالوا لك انك بتدلعي، صح ولا ايه يا منى؟ اه والله، ده انا اتقهرت على نفسي. ده حتى ابوهم كمان ما كانش مصدق. وواحد من عيالي قال لي ايه، هو انت كل شويه تقولي انا تعبانه ولا ايه؟ سيبي البيت وروحي شوفي لك مكان اقعدي فيه. لولاك انت وبناتك يا فاطمه ما كنتش عارفه ايه اللي هيحصل لي. انا مش قصدي ازعلك يا منى، بس بقول لك الفرق بين البنات والولاد. فاكره بقى لما انا تعبت وجات لي ازاي ده؟ افتكري كده بناتي كانوا عاملين عليا ازاي. يوه، ده كانوا هيموتوا نفسهم من العياط عشان، والتلاتة باتوا معاكي في المستشفى لحد ما طلعتي. اهو ده بقى الفرق يا منى. الام اللي ما عندهاش بنت دي اللي يتقال لها يا عيني ما عندهاش بنات، مش العكس. ام البنات مش شايله الهم زي ما بيقولوا، بالعكس ام البنات عايشه في الهنا والسعه. اه والله يا فاطمه، ربنا يسعدك ويفرح قلبك بيهم يا رب، وتشوفيهم في احسن حال، وتفرحي بالبت تقى اللي واكله عقل، بنت زي العسل. انا بحب اجي عندك عشان العب انا وهي مع بعض، وهي كمان بتحبك قوي يا منى. يلا يا جماعه، يلا عشان البريك خلص، يلا نكمل شغلنا عشان عايزه اروح النهارده بدري عشان عيد ميلاد اسراء. وانا متفقه مع محل الحلويات يعمل لها تورتيه كده حلو، وهعدي عليها قبل ما اروح اخد الحاجه معايا، فمش عايزه اتاخر بقى. كل سنه وهي طيبه وبخير يا رب.
على فكرة يا منى، البنات قالوا لي عايزين طنط منى تحضر عشان نهيص للصبح. يا سلام، نهيص؟ ما نهيصش ليه؟ وكمان يعني انا كنت هقولك اني هاجي ابات معاكي اليومين دول. ايه، متخانقة ولا ايه؟ اه، وناوية بقى اطول معاكي عشان يعرفوا قيمتي، لحسن انا تعبت منهم ومن قسوتهم عليا. يا حبيبتي تنوري، البيت بيتي. وبعد ما خلصت فاطمة الشغل، راحت على البيت هي ومنى، بعد ما عدت على محل الحلويات وجابت التورتة والحلويات لعيد الميلاد، وكمان جابت هدية صغيرة لبنتها. وأول ما البنات سمعوا صوتها خرجوا بسرعة من أوضهم يسلموا عليها. ست الكل اللي وحشانا. انتوا اللي وحشتوني يا حبايبي. أيوة طبعا، شفتوا فاطمة ونسيتوا منى؟ لا طبعا، طنط منمن حبيبتنا كلنا، وحشتينا يا روح قلبي. والله العظيم بنات بكاشة. والله أبدا، انت عارفة معزتك وحبنا ليكي عامل ازاي. عارفة يا قلب منى. وردت تقى وقالت لها انت العشق يا منمنت. تقى، عيب كده، مش قلنا نقول طنط منى؟ معلش بقى يا فاطمة، مالكيش دعوة بيا وبيها، احنا أحرار مع بعض. يعني أطلع أنا منها؟ ماشي يا ست منى. وانت يا ست تقى، أنا داخلة أغير عشان أتوضى وأصلي. هو حضرتك جايبة إيه معاكي؟ دي تورتاية عشان عيد ميلاد إسراء. ده أنا قلت انت نسيتي، دي حتى هي قالت لي ماما نسيت عيد ميلادي. أنسى؟ أنسى إيه؟ ده أنا متفقة مع بتاع الحلويات عليها من أسبوع فات. يلا، يلا نجهز بقى كل حاجة قبل ما تيجي من الجامعة. تيجي منين يا ماما؟ دي جت من بدري، بس هي نايمة. معقولة؟ طب يلا جهزوا كل حاجة، وقبل ما نحتفل نتغدى الأول، لحسن أنا ومنى واقعين من الجوع. وبعد ما اتغدوا احتفلوا بعيد الميلاد، ومنى وتقى ما بطلوش رقص. يا بنتي اقعدي بقى، ما شبعتيش رقص؟ تصدقي بالله، أنا لما بكون معاهم بحس إني لسه عيلة صغيرة. حبيبتي انت يا صاصة، والله قبل فرحك بشهر لاجي اقعد هنا ومش هبطل رقص. طب قولي يوم التخرج الاول يا منمنتي. الاتنين يا قلب منمنتي. طب ممكن تقعدي بقى عشان انت تعبانة؟ وكفاية كده يا بنات، الدنيا ليل والناس عايزة ترتاح. يا ستير على الست ام عمرو اللي جنبنا دي، اول ما تشوفني تقعد تسألني بنتي يا تقى تعالي هنا، هو انتوا كنتوا بتضحكوا وصوتكم عالي كده ليه؟ وانت بقى بتردي عليها وتقولي لها ايه يا توته؟ هقول لها ايه؟ ما بردش عليها، او بقول لها انت كنت بتحلمي يا طن واسيبها وامشي. جدع يا بنتي يا توته. تصدقوا الوليه دي انا نفسي اجيبها من شعرها، ست حشريه قوي 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 يا طن. دي كل لما تشوفني تقول لي هو انت واختك مش ناويين تتجوزوا؟ التعليم بيخلي البت تعنس. معلش يا ايه، هي تفكيرها على قدها. بس بصراحه يا ماما ساعات ببقى نفسي ارد عليها واقول لها انت مالك. لا يا حبيبتي، عيب كده، مهما كانت دي جارتنا وست كبيرة. يا ماما دي ست مستفزة، ما تسيبيهم يردوا عليها يا فاطمة، ولا أقول لكم ابقوا قولوا لي أنا وأنا أجي أتخانق معاها. اهدي يا منى، أم عمرو ست غلبانة ومغلوبة على أمرها. غلبانة؟ دي ست راشقة عينيها في حياتي من زمان، من ساعة ما سكنتي هنا وهي بتحسدك على بناتك. يا ستي هي آخرها الكلام، سيبكم بقى من سيرتها عشان ما نقعدش نجيب في سيرتها هي وغيرها. خلاص يا فاطمة، يلا يا بنات خدوا الأطباق وأنا هاجي أغسلها. إيه؟ تغسلي إيه يا طنط؟ إحنا هنقوم بالمهمة دي، حضرتك تعبانة أنت وماما، وكمان جاية تهيصي معانا وتحتفلي بعيد ميلاد إسراء. هو أنا عندي أغلى منكم؟ عقبال ما أحتفل بتخرجكم وجوازكم يا رب، ونادر علي شهر بحاله مش هبطل رقص. وقاموا البنات لموا الأطباق ورتبوا الشقة ودخلوا كلهم يناموا. وعدت أيام وشهور وسنين، وآية اتخرجت من الجامعة واشتغلت في مستشفى خاصة دكتورة معمل. وبعدها إسراء كمان اتخرجت واشتغلت في مدرسة انترناشونال. أما تقى كانت في أولى جامعة، وكانت مامتهم معاهم وفي ظهرهم وسنداهم في كل خطوة في حياتهم. وفي يوم جت آية وقالت لمامتها إن في زميل ليها عايز يتقدم لها. وماله يا حبيبتي، خليه يجي يتقدم، بس يا آية لازم يعرف كل حاجة عنا وعن ظروفنا. هو عارف يا ماما كل حاجة، ما تقلقيش من كده. عارف إن أنا شغالة في مصنع؟ عارف يا ماما، وحضرتك شرف لأي حد. كويس يا حبيبتي، عشان اللي بيتبني على نور
بيفضل في النور. ما تقلقيش من حاجة يا ست الكل، هو عارف كل حاجة عننا. وبعد ما خلصوا كلامهم مع بعض، راحت آية تبلغ زميلها بالميعاد اللي يجي يتقدم فيه. وبعد كام يوم وصل العريس وأهله، ورحبت بيهم فاطمة وتعرفت عليهم. منورين يا جماعة بوجودك يا حبيبتي. قال قوليلي، هو انتوا مفيش راجل عايش معاكم هنا؟ لا يا حبيبتي، أنا هنا الأب والأم وراجل البيت. آه، يعني بنتك تربية واحدة ست. آية اتضايقت من كلام مامة العريس وكانت هترد عليها، بس فاطمة وقفتها. آه يا حبيبتي، بنتي تربيتي أنا. إيه بقى اللي مش عاجبك في ده؟ أنا مش فاهم. هو المحروس ابنك ما قالكيش إن بنتي يتيمة أب من زمان قوي وإن أنا اللي ربيتهم؟ لا ما قاليش. هو لو كان قال لي أنا كنت رفضت الجوازة كلها من أصل. ليه يا أختي إن شاء الله؟ أنت من ساعة ما دخلتي هنا وأنت شايفة نفسك علينا ليه يا حبيبتي؟ إحنا بنتنا أصلا ما يشرفهاش إن اسمها يرتبط باسم ابني اللي سمع الكلام ده وما نطقش. ويلا يلا من هنا بقى بدل ما أجيبك من شعر. ست بيئة. أنا بيئة؟ طب وربنا لا أجيبك تحت رجلي. وقامت منى عشان تتخانق معاها، لكن فاطمة هدتها. خدها يا حيلة أمك وغوروا من هنا يلا. ما يصحش يا منى، الناس في بيت. يعني كانت هي احترمت البيت اللي قاعدة فيه؟ دي قاعدة عمالة تتني وتتفرد علينا. ايه يا اختي، هو انت جاية قرفانة من نفسك ليه وحاسة انك عصرة على نفسك ليمون؟ يلا، ما عندناش بنات للجواز. يلا يا وائل، انا غلطانة اني جيت معاك في اماكن زي دي. يلا يا وائل، خد امك وورينا عرض كتفك يا حبيب امك. ومشي وائل وماما. اما آية كانت دموعها نازلة على خدها. هي ما كانتش زعلانة على وائل، هي زعلانة على مامتها، لأن مامة وائل تعتبر هزقتها. وبعد ما مشيوا منى اعتذرت من فاطمة. حقك عليا يا فاطمة، بس هي ست مستفزة، ولولا اني مسكت اعصابي والله لكنت مسكت لها شعرها ده وقلعته لها شعرايه شعرايه. تعرفي يا طنط منى، انا كنت هرد عليها بس لما لقيتك رديتي انتي سكت. حقك عليا يا آية، سامحيني يا بنتي. على ايه يا ماما؟ هو حضرتك مفكرة اني بعيط عشان وائل؟ ابدا يا ماما والله، بالعكس، ده يمكن ربنا عمل كده وامه ظهرت من اول زيارة، بدل ما كان يحصل خطوبة ولا جواز وقع في الفخ. أنا بصراحة مش عارفة الست دي كان مالها، قرفانة من نفسها ليه؟ هو كان جايبها غصب عنها ولا إيه؟ يا جماعة خلاص بقى، الموضوع انتهى والحمد لله على كده. يلا تعالوا ناكل الأكل اللي احنا عاملينه. تصدقوا بقى لو كانوا كلوا أنا كنت اتقهرت فيها. تاكل ليه يا طنط؟ آه صحيح، هي سألت على إني مفيش راجل في البيت. طب ما هي جاية هي وحيلة أم، هو ده مش راجل؟ تلاقيها مش حاسباه راجل. خلاص بقى يا جماعة، سيبيهم يا ماما، بصراحة يستاهل إن هما يتريقوا عليه. اوعي تكوني زعلانة يا آية. لا يا حبيبتي، أنا مش زعلانة، واللي يجي البيت هنا لازم يعرف قيمة بطوط ويشيلها فوق راسه، غير كده ملوش لازمة الموضوع كله. ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي ويفرح قلبي بيكي انتي واخواتي. يلا يا جدعان بقى، أنا جعانة جعانة. وبالنسبة لطبق المحشي اللي لسه واكلاه من شوية ده إيه؟ يا لهوي، ده كان مسح زور يا بطوط. ولموا بعضهم وقعدوا ياكلوا وهم بيضحكوا ومبسوطين ونسيوا اللي حصل. وبعد كام شهر آية ربنا رزقها بواحد قدرها واتجوزته، وكان بيحب مامتها وكان بيعاملها زي مامته بالظبط، وهي كمان كانت بتحبه كأنه ابنها. أما إسراء ربنا كرمها هي كمان ورزقها بزوج صالح حبها وحب فاطمة وحب كفاحها مع بناتها، وزي ما عملت مع آية وإسراء بتعمل مع تقى. وفي يوم فاطمة كانت عازمة بناتها وجوازهم عندها، واتفاجئوا إن الباب بيخبط، وراح محمد جوز آية عشان يفتح الباب. أنت مين؟ أنا اللي مين؟ أنا اللي المفروض أسألك السؤال ده. والله إيه؟ هي فاطمة مدوراها ولا إيه هي وبناتها؟ قسما عظما، لولا إنك راجل كبير أنا كنت علمتك الأدب. أنت مين؟ ما يصحش يا عبد الحميد. قول لي يا ابني، مش ده بيت أخويا عبد الله الهادي؟ أيوه هو. أنتوا تقربوا لعم عبد الله؟ أيوه يا ابني، ده أخوه وأنا أخته. أهلا وسهلا بيكم. هو أنت مين يا ابني؟ أنا جوز الدكتورة آية عبد الله. أهلا وسهلا بيك يا ابني. طب ممكن تنده لأم آية؟ أيوه طبعا، اتفضلوا. ونده محمد على فاطمة وخرجت فاطمة، وأول ما شافتهم وقفت في مكانها. دول إخوات عمي عبد الله يا ماما. يا ابني، ما أنا واخدة بالي. أهلا وسهلا.
نورتونا. أهلا بك يا أم آية، وحشتيني قوي قوي يا فاطمة. ما تشوفيش وحش يا صفية، اتفضلوا. إيه يا فاطمة، مفيش إزيك يا عبد الحميد؟ لا إزاي، إزيك يا أبو محمود؟ وإزاي أم محمود؟ كويسين الحمد لله. اتفضلوا، واقفين ليه؟ نورتوني. البيت بيتكم؟ طبعا بيت، مش بيت أخويا؟ آه طبعا، الله يرحمه. وبعد الضيوف ما قعدت، دخلت فاطمة تنده لبناتها: عمكم وعمتكم بره يا بنات. وخرجوا البنات وهم ساكتين، وفضلوا واقفين في مكانهم. ايه يا بنات اخوي، مش عايزين تسلموا علينا ولا ايه؟ ولا فاطمة قايله لكم عننا كلام وحش؟ من غير ما تقول يا عم، احنا عارفين كل حاجة. اكيد انت آية ام لسان طويل. ايوه بالظبط، انا آية اللي كل حاجة حصلت قدامها بعد بابا الله يرحمه. طردتونا واخدتوا كل حاجة، ورميتونا احنا وامنا في الشارع. خلاص يا آية، ملوش لازمة الكلام ده. اتفضلوا اقعدوا. لا احنا مش جايين نتضايف، احنا جايين ناخد حقنا في بيت اخويا. حقكم؟ حقكم اللي هو ايه بالظبط؟ البيت اللي انت قاعده فيه ده، واللي كان عبد الله شاريهولكم وانت ما قلتيش عليه. وعشان نعرف قصه البيت ده، هنرجع فلاش باك لورا. لما فاطمه حماتها طردتها من البيت قبل ما عبد الله يموت بشويه، كان اشترى بيت عشان كان ناوي ياخد مراته واولاده ويسكنوا بره. بس البيت ده كان لا يصلح للسكن تماما، كان محتاج توضيب كتير جدا. كان البيت عبارة عن طوب وبس، يعني ما كانش معمول فيه ولا سباكة ولا نجارة ولا كهرباء. البيت كان فاضي تماما، وكان هيبتدي يوضب فيه واحدة واحدة، لكن القدر ما أمهلوش، وما كانش قايل عليه الأهل، وكان سايبه لحد ما يكمله وبعدين يقول له. وبعد ما عبد الله الله يرحمه راح ومامته طلعت طردتهم من البيت، ما كانش ينفع فاطمة تاخد البنات وتروح تعيش في البيت، لأنه كان لا يصلح للسكن. اضطرت إن هي تسكن في شقة بره، وطول السنين اللي فاتت كانت بتوضب في البيت جزء جزء على قد إمكانياتها، لحد ما ربنا كرمها وخلصت البيت وانتقلوا فيه. ودي كانت قصة البيت اللي بيتكلم عليه عبد الحميد. ونرجع تاني من الفلاش باك، وده في عرف مين بقى إن شاء الله؟ إيه يا عبد الحميد، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ بقول لك إيه، إحنا جايين هنا عشان نتكلم في الموضوع ده. طب والله كويس، انتوا بقى ملكوش حاجة عندي. تصدق بالله، انت بني ادم جبل. ورث ايه يا ابو ورث؟ هو انتوا مش طردتوها زمان واخدتوا شقتها؟ جايين تدوروا على حتة البيت اللي هي شقيانة فيه وعاملاه بعرق جبينها؟ ده انتوا عيلة بجحة صحيح. وانت مين بقى ان شاء الله؟ انا واحدة عارفة كل بلاويك انت وبقية عيلتك. بعد اذنك يا طنط فاطمة، الناس دول وجودهم هنا في البيت مش مرحب بيه. ايه رأيك؟ اهو بيتك يا حبيبي، وتصرف فيه زي ما انت عايز، انت وخالد. استاذ عبد الحميد، البيت ده بيت آية وإسراء وتقى، واللي انت ما تعرفوش ان عمي عبد الله الله يرحمه ملوش حاجة فيه. ولو مش مصدقنا روح اسأله، البيت مكتوب باسمه. يعني ايه؟ ضحكتي على اخوي وخليتيه كتبه باسم بناتك؟ انا هرفع قضية وهطعن بالتزوير. اعلى ما في خيلك اركبه. يلا يلا على بر. ده انتوا جبلات صحيح، كنتوا فين وهي بتربيهم وتعلمهم وتجوزهم لوحدها؟ خلاص يا منى، انت تعبانه وضغطك بيعلى. يلا يا ولاد اقعدوا كأن مفيش حاجه حصلت. ماما، هو البيت ده صحيح بتاع بابا؟ ايوه يا حبيبتي، هو اشتراه وكتبه باسمه، وقال لي لو حصل لي حاجه ما تتبهدليش انت والبنات، عشان امه واخواته كانوا عايزيني يتجوز وهو رفض. وعشان كده بعد ما راح ستي كانت عايزاني اتجوز عمه، بس انا رفضت وقلت لها انه يحرم عليا اي راجل بعد عبد الله. طردتني انا وانت، وكانت بتعاملكم وحش، وكانوا مطلعين على تقى انها وش شق ووشها وحش، عشان لما اتولدت جدها توفى، وانا طبعا بعد كده كتبت البيت باسمكم. استغفر الله العظيم، ايه الناس دي؟ اهو يا ابني عقلهم كده. يلا سيبكم من كل الكلام ده ولا كأني حاجة حصلت، ويلا نكمل قعدتنا الحلوة. والله يا أمي الناس دي أنا عمري ما حبيتهم. أنا مش فاكرة قوي اللي كانوا بيعملوه معاكي، بس آية فاكرة. أيوة أنا فاكرة، وبالذات ستي كانت كل ما تشوفني تقول لي كلام وحش، ومرة زقتني وقعتني على الأرض، وساعتها اتصبت في رجلي، وماما قالت لي ما تقوليش لبابا عشان ما يزعلش من تيتا. الله يرحمه، كان بيخاف عليكم أكتر من نور عينيه، ولو كانت آية حكت له حاجة كان بهدل الدنيا. الله يرحمه ويحسن إليه. بقول لكم إيه بقى، سيبكم من حرقة الدم دي، ويلا
يلا نكمل احتفالنا بتوتة وتخرجها. قال لها هي فين صحيح؟ تلاقيها زعلت لما سمعت الكلام ده ودخلت تعيط زي كل مرة. تعيط؟ يا لهوي، أنا هدخل أجيبها وأقول لها إني هروح لعمها اللي شبه الديك الشركسي ده وأجيبه من دماغه. والله يا طنط منى أنا بحب. لا يا أخوي، أنا مرتبطة. أنت عمرك ما هتعقلي أبدا. يا أختي عملنا إيه بالعقل؟ أنا هدخل للبت توت. والله ساعات بتصعب عليا، عيالها مش بيسألوا فيها خالص. بقى معقول بعد تعبها معاهم لحد ما خلتهم رجال وفي الآخر ما تشوفش منهم غير الجحود؟ ما هو علشان كده ماما قالت لها تعالي اقعدي معايا وسيبك منه. انا ماليش اخوات وبعتبر منى اختي مش صاحبتي. هي والله طيبه قوي، بس للاسف ولادها جحدين زي ابوه. الله يرحمه بقى. يعني اروح اجيبه من دماغه يعني ولا ايه؟ هو مين؟ اديك الشركاس اللي اسمه عبد الحميد وانثى الوز صفيه. انت لحقتي تطلعي عليهم القاب؟ مش بذمتي لايقين عليهم ولا لا؟ بصراحه لايق عليهم. قولي لي بقى ايه اللي مخليكي تعيطي؟ كل لما افتكر كلامهم ازعل، وازعل اكتر لما كانوا بيقولوا عليا. وافتكرت كلامهم لما جد الله يرحمه راح وكانوا بيقولوا عليا ان بومه ووشي نحس. انتي هبله يا بنت، ده عمره لحد كده. اقول لك على حاجه، تعالي تعالي ناكل الحلويات اللي خالد جايبها معاه. ماليش نفس. يا لهوي، مالكيش نفس؟ ده انا اروح اجيب الديك الشركسي ده واعلقه على باب الشقه واخليكي وانت طالعه وانت خارجه تتعاملي معاه بقى بطريقتي. لا، قلبي قبل، عشان خاطر بابا الله يرحمه لازم نحترمه. الله يرحمه. والله يا بنتي لما امك بتحكي على عبد الله وعلى ندالة عبد الحميد بقول هما ازاي يبقوا اخوات؟ صوابعك مش زي بعضها يا منى. طب يلا يا اختي، يلا لحسن منمن جعان وعايز اكل الجاتو يا ست توته. وخرجت معاها تقى وكملوا اليوم وهم مبسوطين. ونروح بقى لعبد الحميد وصفيه. هو انت ايه يا اخي؟ مش قلتلك ما تتكلمش؟ ايه، مفيش فايدة؟ ما عندكش كنترول خالص على لسانك؟ صفية، لم لسان. يا اخي لساني ايه اللي لم؟ انا مش متفقة معاه. ما تتكلمش معاهم في حاجة. اتكلمت ليه؟ يعني انت ما شفتيش البيت عامل ازاي ومفروش ازاي؟ كلنا عارفين ان اخوك ما كانش حيلته حاجة، ولو كان هو اشتراه اكيد هي اللي وضبته. برضه احنا لينا فيه. اهو يا اخويا طلع باسم البنات، ولا هيبقى ليك ولا لينا احنا كمان فيه. ونسيبهم لطمعهم. وعدى كام يوم وفاطمه اتفاجئت بالمحضر جاي لها وبيقول لها ان في قضيه مرفوعه ضدها هي وبناتها من عمهم عبد الحميد وعماتهم صفيه وورده. هي وصلت لكده؟ ماشي، ممكن تمضي على الاستلام. ومضت فاطمه واستلمت الورق من المحضر. هي بقت كده يعني؟ انا ساكته بقالي 23 سنه وقلت عشان خاطر عبد الله بس توصل بيكم انكم ترفعوا عليا قضيه. جه الوقت بقى اللي اخد فيه حقي وحق بناتي. كفى الله الشر يا فاطمه، انت بتكلمي نفسك يا اختي؟ لا يا منى، بس بفكر بصوت عالي. الا هو كان مين اللي على الباب؟ المحضر. اخوات عبد الله رافعين قضيه عليا. يا لهوي، والله ما في غير الزفت اللي اسمه عبد الحميد ده. وحياتك واخواته البنات انا كنت ساكته، بس خلاص جه وقت الكلام. تقصدي يعني موضوع البيت اللي هم قاعدين فيه؟ بالظبط كده. مش هم عايزين حقهم في بيتي؟ انا بقى هروح اخد بيتي التاني. هم اللي بدأ والبادي قصد. طب هتقولي للبنات ولا ايه؟ طبعا هقول لهم، وكمان هقول لجوازتهم. ما هي حاجتهم في الاخر. انا ما كنتش عاوزه اتكلم بسبب وصيه عبد الله، بس هم اللي هيخلوني اتكلم واقول كل حاجه وهاخد حقي من عينيهم. ناويه على ايه يا بطول؟ على كل خير يا منى. اصبري بس، اصبري لما البنات تيجي. الله يقويكي. انا مش عارفه ايه بس اللي فكرهم بيكي. الطمع. عبد الحميد طول عمره طماع وعايز يكوش على كل حاجه. وهما بيتكلموا تليفون فاطمه رن. ايوه. اه، الورقه جاتلي. تمام. تسلمي يا حبيبتي. دي مرات عبد الحميد؟ ايوه. والله طول عمرها غلبان، وعبد الحميد وحماتها جايين عليها بالقوي عشان ملهاش حد. لا معلش بقى. طب ما انت كمان مالكيش حد. امك الله يرحمها من زمان، واخوك مسافر وما تعرفيش عنه حاجه، وعلى الرغم من ده وقفتي في وشهم. انا ليا مكان اقعد فيه انا وبناتي وصنعة اكل منها عيش. انما عزه ملهاش مكان تاني، واخواتها قالوا لها مالكيش حاجه عندنا. هتعمل ايه؟ لازم تستحمل. والله عندك حق. طب ما انا اهو، لولاكي كنت اترميت في الشارع، لا اخ ولا اخت ولا حتى عيل بيسأل عليا.
اخصى عليك يا منى، وانت عايزاهم في ايه؟ انا اختك حبيبتي، وجودك معايا ومع البت توته منور حياتي. الله يخليك يا رب، ويكبر بخاطرك يا فاطمه يا بنت رؤي. ونسيبهم ونروح لعبد الحميد. دلوقتي وصل لها الاخطار بتاع القضيه، عشان تعرف اني ما كنتش بهوش. هو اخوك مش كاتب البيت لمراته؟ انتوا مالكم بقى؟ لا مال. فاطمه ضحكت عليه وخلته كتب لها البيت باسمها، ويمكن تكون زورت بعد ما راح. زورت ازاي؟ فاطمه طول عمرها بتعرف ربنا، هتاخد حاجه مش بتاعتها؟ تعرفي تنقطيه بسكاتك ولا ايه؟ اعرف، معرفش ليه. ربنا يهديك يا عبد الحميد. حبيبتي يا زوزو، ازيك يا فطوم؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ انا بخير وكويسه. شفتي الموكوس؟ رافع قضيه عليكي، بيتهمك انك زورتي عقد البيت بعد اخوه ما راح. يتهم زي ما هو عايز. تعرفي، انا مجهزه له حته مفاجاه هتبقى في الجو، هو واخواته والست حماتي. والله يا ريت، دي ناس ما تعرفش ربنا، خدوا حق اليتامى وكمان عايزين يقسموهم في البيت اللي ساترهم. ربك بالمرصاد، ما تقلقيش. زي ما هم عايزين يطلعوني من بيتي، انا وبناتي بعون الله هاخد حقي تالت ومتل. اوعي تقلقي عليا يا زوز، ربنا معاكي يا حبيبتي وينصرك. وبعد ما قفلوا الاتنين مع بعض، فضلت فاطمة تدعي إن ربنا ياخد لها حقها من أهل جوزها الظلم. وبعد وقت البنات رجعوا، وفاطمة حكت لهم على اللي حصل وموضوع القضية، وحكت لهم على حكاية البيت اللي ساكن فيه عمهم عبد الحميد وجدتهم وعمتهم. البيت ده يا بنات يبقى بيتكم، أبوكوا اشتراه بعد ما عرف إن جدكم رهنوا عشان يشتري حتة أرض في البلد، بس ملحقش وراح قبل ما يفك رهن البيت. ولما أبوكم عرف كان هيتجنن، اشتراه بفلوس شبكتي وبورثي من أمي الله يرحمها، وكتبه باسمي. بس طلب مني مهما يحصل محدش يعرف خالص ولا طلعهم من البيت أبدا. بس دلوقتي البادي أظلم بصراحة يا ماما. حق ولا إيه يا جماعة؟ يعني البيت اللي إحنا اتطردنا منه زمان في الأصل يبقى بيتك أنت يا ماما؟ أيوه، وما كنتش عاوزة أتكلم بس هما اللي بدأ. بص يا ماما، إحنا نكلم محامي يقول لنا نعمل إيه بالظبط، وعلى الأساس ده نتحرك. يا حبايبي اللي انتوا شايفينه اعملوه، سواء البيت ده أو البيت اللي هناك يبقوا ملككم. هو مكتوب باسم حضرتك يا ماما، صح؟ لا يا حبيبتي، أنا اتنازلت لكم عليه هو كمان. ليه كده بس يا ماما؟ يا بنتي ما هو بعد ما أروح هتبقى حاجتكم وكده أحسن. بعد الشر عنك يا ماما، ليه بس كده؟ يا حبيبتي ده أمر الله، ولازم نكون مستعدين له في أي وقت. يا أختي بطلي كلامك ده، ربنا يخليكي لينا يا رب. بقول لك يا محمد انت وخالد، شوفوا المحامي واحكوا له على كل حاجة، وشوفوا هنسترد البيت ازاي. هو حضرتك ناوية تطلعيهم من البيت؟ لو انتم مكاني هتعملوا ايه؟ والله لو مكانكم ارميهم رمية ولا بلاش لحسن تزعلوا. احنا رأينا من رأي طنط منى بصراحة، وانا كمان، انا كمان معاكم. بس عشان خاطر عمي عبد الله الله يرحمه، احنا بس هنهدده ونعرفهم ان ده بيتكم وان انتوا هنا ضيوف. هو ده اللي انا هعمله، بس بعد ما يعرفوا ان الله حق. معلش يا ماما، دول استحلوا مال اليتامى، هيعرفوا ازاي ان الله حق؟ البت دي بتقول كلام زي الفل. انا بقول الحقيقه، دول طردوكي زمان وما يعرفوش انت هتعملي ايه، وانت كان معاكي 3 بنات. عشان خاطر باباكي لو عملوا اكتر من كده لازم استحملهم عشان خاطر عيون الله يرحمه بقى. خلاص، من بكره اكلم المحامي يبدا في الاجراءات. والله انا ما كنت عايزه كده، بس هما السبب. بقول لك ايه بقى، بطلي تتك دي، طول عمرهم قارفين. خدي جزء من حقك وخلاص. خلاص يا بنات، اللي تشوفوه. وبعد كام يوم عبد الحميد واخواته البنات ومامته اتفاجئوا بالقضية اللي فاطمة وبناتها رافعينها بتمكينهم من البيت. بيت ايه اللي فاطمة وبناتها عايزين؟ البيت ده ياما اتاريه باسمها من زمان، من قبل ما عبد الله يروح. نعم؟ ده ازاي بقى؟ هو مش باسم ابويا ولا ايه؟ اتنقل باسمها ازاي؟ لا والله، ده كده كتير. يعني فاطمة سايبانا نعيش في البيت المدة دي كلها من غير ما تتكلم؟ وحتى لما طردناها من البيت ما اتكلمتش وقالت ان ده يبقى بيتي ليه؟ تلاقي عبد الله كان موصيها بكده. يا سلام، ايش عرفك انت يا ام العريف؟ مفهومة يا عبد الحميد. وهي ما اتكلمتش وقالت عايزة حقي غير لما انتوا رفعتوا قضية الاول. والله. طب اسكتي بقى. بقول لكم ايه، احنا هنطعن بالتزوير. ازاي بس؟ دي من بكره هتيجي تطردنا. هنروح فين بس بعيالنا؟
على جتتي، على جتتي لو خدت شبر واحد من البيت. يا أمي أمر التمكين بكرة، وأكيد هيجي معاهم قوة وهيرمونا بره البيت. خليهم يجوا كده وأنا هقلب الدنيا. يا جماعة هي ما تجيش كده، تعالوا نروح لفاطمة ونستسمحها ونقول لها تتنازل عن قضية التزوير، بس في المقابل تسيبنا نقعد في البيت. انت بتقولي ايه يا بنت انت؟ انا لو هقعد في الشارع ما اروحش ابدا لفاطمة بنت الشحاتين دي واستسمحها. والله بقى ده رأيي وانتوا حرين. لا طبعا، احنا هنكمل في القضية وهثبت انها مزورة امضة اخوي. لا، انا بقى مش معاكم. انا هروح لها واقول لها ان انا مش معاهم في القضية. انا مش مستعدة اتبهدل انا وولادي عشان حاجات احنا متأكدين انها مش حقيقية. ولما انت عارف وافقتي ليه من الاول نرفع القضية؟ انا طول عمري مش موافقة على اللي بتعملوه مع مرات عبد الله وبنات. بس انت يا امي عمرك ما حبيتي فاطمة، مش عارفة ليه. ولا عمري هحبها. دي كانت واخدة اخوكي تحت جناحها وكان بيحبها زي عينيه، وحاولت كتير معاه انه يكرهها، بس بالعكس ده كان كل يوم حبه بيزيد ليها حتى وهي مخلفة له البنات. لا حول ولا قوة إلا بالله. مالهم بس البنات يا أم؟ ما شاء الله عليهم، ده بناتها زي الفل وتعلموا أحسن تعليم. خلاص بقى يا سنية، اسكتي. سكت. أنا هروح لها. هتيجي معايا يا صفية؟ طبعا. أنا ما عنديش استعداد أتبهدل أنا ولا عيالي. يعني أنت وهي بعتونا؟ إحنا ما بعناش حاجة يا أم، هي البيعة خسرانة من الأول. فاطمة غلبانة، ولو رحنا وقلنا لها تسيبنا نعيش في البيت مش هتمانع. وانت يا عبد الحميد يا ريت تتنازل عن القضية. المحامي قال لك أكتر من مرة إنها قضية خسرانة وهتدفعوا فلوس على الفاضي، والفلوس دي إحنا أولى بيها. بقول لكم إيه، أنا هكمل. والله براحتك بقى. وقامت صفية وسنية وراحوا على بيت فاطمة واستقبلتهم أحسن استقبال، وقالت لهم إن إخوات عبد الله يبقوا إخواتي، واللي انتوا عايزينه أنا هعمله لكم. أما عبد الحميد ركب دماغه هو وأمه وكملوا في القضية، بس للأسف خسروها. وفاطمة اتمكنت من البيت وقالت لحماتها لاجل الله يرحمه هخليكي تقعدي في شقتي وتنامي على فرشتي. طول عمرك كنت مبهدلاني، بس كله يهون عشان خاطر حبيبي وأبو بناتي. وصيته ليا إني مهما تعملي عمري ما زعلك، ده بيتك يا حماتي. أما عبد الحميد قالت له أما أنت بقى الغشاوة كانت عامية عينيك واستحليت مال اليتامى وما كانش مكفيك، بس برضه هخليك في شقتك. مش عشانك انت، لا، عشان خاطر عز اللي طول عمرها مستحملاك ومستحملة قرفك وقسوتك عليها. المفروض تكون سند ليها، وانت عارف ان هي ملهاش حد، بس ازاي لازم تفرض قلوعك على الغلبان وهي مستحملة عشان ملهاش حد يسندها. ربنا يخليكي يا فاطمة يا حبيبتي. أنا كنت شايلة هم هروح فين أنا وولادي. يعني أنت مفكرة يا عز إني هرميكم؟ لا طبعا، أنت أختي وولادك ولادي، وأهل جوزي دول من ريحة الغالي، ومهما يعملوا أنا عمري ما هزعل منهم ولا أقل منهم أبدا. بنت أصول يا فاطمة طول عمري. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا أم آية. مفيش شكر بين الإخوات. أنا هستأذن بقى، وبيتي مفتوح لكم كلكم. وعلى فكرة انتوا معزومين على قراية فتح التقى. 1000 مليون مبروك، ربنا يتملها على خير. هنتظركم إن شاء الله يوم الجمعة الجاي. ابقوا تعالوا بدري عشان نقضي اليوم كله مع بعض. وسابتهم فاطمة ومشي وراحت تزور عبد الله الله يرحمه. أنا عملت بوصيتك يا عبد الله، ربيت البنات وعلمتهم زي ما أنت عايز، وكمان البيت خليتهم قاعدين فيه زي ما كنت موصين. وحشتني قوي يا عبد الله، نفسي أجيلك وأشوفك. الله يرحمك يا حبيبي. ولحد هنا خلصت قصتي. أتمنى إنها تكون عجبتكم، وما تنسوش لو عجبتكم تحطوا لايك وتشيروا القصة مع أصحابكم عشان نكبر بيكم. وأشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة.